يوبي سوفت من شركة من أنجح شركات العالم سنة 2008 لشركة حاليا في 2024 بتمر بمشاكل اقتصادية وإدارية وكمان فنية. من شركة كانت بتحصد المليارات سنويا لشركة بتبيع أسهمها في 2024 علشان تمول ألعابها. أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن شركة يوبي سوفت، هنعرف بدايتها وتأسيسها وازاي نجحت وايه هي المشاكل اللي بتمر بيها. فيلا الحق هات لك كوبايه شاي حلوه كده وتعالى معايا نفتح ملف في شركه يوبي سوفت، او زي ما الناس مسمياها يوبي سوفت. اتأسست شركة يوبي سوفت سنة 1986 على ايد عائلة الجيلموت. ايف جيلموت اهم افراد العيلة كان رجل اعمال مشهور في فرنسا، وبحكم نشأته في قرية زراعية كان البيزنس بتاعه كله عبارة عن بيع مواد كيماوية وادوات زراعية للمزارعين. لكن في سنة 1984 اخو ايف الكبير اقنع ايف انه يبدأ في بيع اجهزة الكمبيوتر بحكم شهرتها في الوقت ده. ومع الوقت ايف بدأ يتعمق اكتر في مجال الالعاب، وده اللي خلاه يتشجع في سنة 1986 وياخد قرار مهم. قرر انه يتحد مع اخواته الاربعة وينشئ شركة يوبي سوفت لتطوير وصناعة الالعاب. في الفترات الاولى للشركة ايف جيلموت وقع عقود مع شركة الكترونيك ارتس وسيريا انترتينمنت لنشر العابهم في فرنسا، والموضوع نجح معاهم قوي، وبدأت شركة يوبي سوفت انها تكسب فلوس اكتر، وده اللي شجع الشركة سنة 1996 انها توسع سوقهم عشان يشمل دول كتير منها امريكا وانجلترا والمانيا، وبرضه فتحت استوديوهات تانية كتير في الصين والمغرب والهند والامارات. بعد ما يوبي سوفت فتحت استوديوهاتها بدأت تخطط لاصدار العاب خاصة بيها هي لوحدها، فاصدرت عدد مهول من الالعاب واللي كانت بتحقق ايرادات كويسة، لكن ما كانتش افضل حاجة وقتها، لحد ما يوبي سوفت اخدت واحد من افضل قراراتها على الاطلاق. استعانت بقصص الروائي الشهير توم كلانسي الشهير بالقصص الجاسوسية والمغامرات، وحولتها لواحدة من افضل العابها، واللي اصبحت سلسلة منتظرة وذات شعبية كبيرة جدا. وانا هنا طبعا بتكلم عن الايقونة سبلنتر سيل، واللي كانت حلم بيتحقق لجيمرز كتير، كونك انك بتلعب بعميل من فرقة مخصصة للعمليات المستحيلة وبتروح في مهمات مليانة بالستيلز. ده لوحده خلى اللعبة دي في حتة تانية خالص، غير بطلها سام فيشر وقصته اللي خلته يعتبر من الشخصيات الايقونية في عالم الالعاب. وبعديها على طول بالسنة يوبي سوفت نزلت بافضل سلسلة ليها على الاطلاق، وده من وجهة نظري، وهي سلسلة برنس اوف بيرشيا او امير بلاد فارس. السلسلة اللي كانت سبب في تطور الالعاب اللي نزلت بعدها، وكانت هي الانسبيريشن او الالهام اللي يوبي سوفت بنت عليه السلسلة الاولى حاليا عندها اساسنز كريد، وخصوصا الترولوجي الشهيرة بتاعة ساند اوف تايم اللي غيرت كل مفاهيم الالعاب ساعتها، لانها جت بستايل لعب مختلف كليا، في تطور في الجيم بلاي وفكره انك تاخد السلاح ده ولا لا، وامتى تستخدمه وامتى لا. وكمان كانت جايه فكره جديده ساعتها وهي استعمال العالم المحيط بيك بشكل صح، زي الجري على الحيطان والشقلبه والتنطيط، غير طبعا قصتها الحلوه وفكرتها الكويسه جدا، وخصوصا الجزء الاول اللي كان مبني على مبدا الريوايند او اعاده الزمن، مما بيتيح فرصه للتعلم من اخطائك. وغير السلسله دي برضه يوبي سوفت اصدرت سلاسل تانية عظيمه، اشهرها طبعا زي ما قلت اساسنز كريد، واللي كانت واخده كل حاجه من برنس اوف بيرشيا وكملت عليها وطورتها. ومن اشهر اجزاء السلسله الترولوجي الشهيره لاعظم شخصيه في السلسله كلها، وهي طبعا ايدزيو الديتوري، واللي بسبب شخصيته وكاريزمته نقل الاجزاء بتاعته وشركه يوبي سوفت لحته تانية خالص. الابداع في الاجزاء دي يا جماعه عدى كل الخيال، من قصه لموسيقى لارت ستايل لفايتات لتسلل، كل حاجه كانت في الاجزاء دي بيرفكت. وبرده مش هننسى ثالث اعظم سلسله ليها حاليا وهي فار كراي، السلسله اللي فيها شركه يوبي سوفت دخلت بتقول لها واثبتت انها زي ما تقدر تبدع في التجسس والاختباء تقدر برده تبدع في الاكشن والمغامرات، والدليل على كده سلسله فار كراي كامله بكل اجزائها. طيب كل الكلام ده بقى جميل،
ايه بقى عيوب شركة يوبيسوفت؟ وهنا انا لخصت عيوب شركة يوبيسوفت ل6 نقط، مفيش اكتر منها ولا اقل منها. ال6 نقط دي هي اللي بتلخص كل حاجة جوه الشركة. اول عيب او اول مشكلة في الشركة وللاسف هو ايف جيلموت ذات نفسه. هيجي واحد يقول لي دلوقتي ايه ايف جيلموت؟ هقول لك ايف جيلموت صاحب الشركة هو واحد من اهم مشاكلها، لان بحكم نشأته كرجل اعمال فهدفه الاول والاخير هو الفلوس على حساب الالعاب، وده السبب اللي مخلي الشركة تقريبا كل سنة بتنزل لعبة جديدة مليانة بالمشاكل، لان المبرمجين والمطورين بيبقوا مستعجلين قوي في تطوير العابهم عشان ينزلوها في السوق في اسرع وقت ممكن. تاني مشكلة وهي البورد اوف دايركتورز او مجلس الادارة جوه الشركة سيئة جدا جدا جدا. تخيل الشركة كبيرة ليها اسمها وكيانها وشعبيتها بيحصل جواها المشاكل دي، تمييز وعنصرية وخلافات بين الموظفين وشتم، واحيانا كمان المشاكل دي ممكن توصل للتحرش اللي هو حرفيا دي ما بقتش شركة. تالت مشكلة وهي خروج كبار المخرجين والمطورين والمؤلفين من الشركة، اشهرهم طبعا مخرج السلسلة العظيمة فار كراي. رابع مشكلة وهي التأجيل المبالغ فيه للألعاب بتاعتها. يوبيسوفت تقريبا أكتر شركة بتأجل ألعاب ليها، وأشهرها طبعا والغنية عن التعريف وهي سكول أند بونز. تخيل إن اللعبة دي تم الإعلان عنها سنة 2017 تقريبا، ويوم ما نزلت في 14 فبراير 2024. أنت متخيل يا مان يوبيسوفت أجلت اللعبة دي كام سنة؟ 7 سنين كاملة يوبيسوفت بتأجل لعبة مش بتطورها، عمالة تأجل في نزولها. خامس مشكلة وهي التكرار والنمطية في الألعاب. تخيل بعد ما قدمت ألعاب عظيمة في الجيم بلاي والجرافيكس والموسيقى وكل حاجة وتحب انك تنزل أجزاء جديدة منها، تتفاجئ انك بتكرر نفسك كل شوية. وده الحال حاليا لأشهر لعبة عند يوبيسوفت وهي اساسنز كريد، اللي بقى كل جزء جديد ينزل منها يبقى عبارة عن تكرار لنفس الحاجات القديمة، وساعات كمان بيبقى بيكرر نفس الأخطاء اللي حصلت في الأجزاء القديمة. آخر مشكلة وهي ضعف الحالة الاقتصادية للشركة. كل المشاكل اللي فاتت دي اتسببت في خسارة مادية كبيرة جدا للشركة، وده بان جدا في إنتاج بعض ألعابها، وكمان كنسلة لألعاب تانية كتير كانت منتظرة بشدة. ده حتى الموضوع أصلا وصل لمرحلة إن الشركة بقت متاحة للبيع للشركات التانية على أمل حل المشكلة. وفي الاخر مبقاش غير سؤال واحد: هل يوبيسوفت هترجع تاني للساحة وتتجاوز كل المشاكل اللي بتمر بيها، ولا دي هتكون نهاية الشركة وهتتقفل ومش هنفتكرها بس غير بالذكريات الجميلة اللي هي قدمتها لنا؟ اجابة سؤال زي ده انا هسيبها لكم ويا ريت تردوا عليها في الكومنتس تحت، وشكرا جدا ليكم وسي يو ان ذا نيكست فيديو.